السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ولا فيديو تاع اليوم تلقاكم مهنيين وباحسن الاحوال يا رب العالمين. اليوم جيتكم بوصفه خفيفه ظريفه، سورتو رانا يعني على ابواب فصل الصيف. نحوسوا هكذا على وصفات يكونوا خفاف وثاني ما يشدوش الوقت بزاف. سورتو مع سخانه راكم تعرفوا نحوسوا كامل. يعني وصفات تكون خفيفه وما تطولش بزاف، يعني نوجدوها هكذا في وقتها. فاليوم خيرت لكم هكذا هاد الوصفه ولا هاد الكراطه اللي رايحين نديروه ان شاء الله بالخضر. هنا عندي حبه بطاطا، عندي كورجيت ولا القرعه مع الباذنجان، جوج حبات باذنجان. بيان سور هنا بالنسبه يعني الكميه على حسب افراد العائله البنات. راح نقشرهم ونقطعهم قطع صغيره ولا دي بتيدي. بالنسبه للباذنجان البنات تقدروا تستغنوا عليه، اللي ما تحبوش تقدر تستغنى عليه. كما تشوفوا هنا حطيتهم هكذا في كسكاس، حطيت يعني الباذنجان ومن بعد البطاطا والقرعه من الفوق، يعني راح نطيبهم ولا نفورهم كامل مع بعض. بالنسبه لهذا الباذنجان البنات اذا حبيتوا يعني كما تعرفوا الباذنجان كي نقطعوه راه يكحل، ديروا في شويه قارص، يعني ديروا القارص في شويه ماء وحطوا الباذنجان تاعكم، جامي راح يكحل، راح يقعد هكذاك ابيض. كما قلت لكم نفوروا الخضره تاعنا. كما تعرفوا هاد الخضر ما يشدوش يعني الوقت بزاف، بالخف يطيبوا، فعسوا يعني الخضره تاعكم ما تخليوهاش حتى تطيب، حتى عفوا تطيب لكم يعني تذوب، تطيب يعني زياده، جوست يدخلها طياب نحيوها من الاحسن. ومن جهه عندي هنا نص صدر تاع الدجاج نقطعه كذلك بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا، ونخليه يتقلى في الزيت. هنا البنات اختياري، تقدروا ديروا هاد يعني صدر تاع الدجاج ولا تقدروا ثاني ديروا فيونداشي، يعني لكم الاختيار كما تقدروا تستغناو عليه كامل. هنا حطيته هكذا يتقلى في شويه زيت، عندي هنا حوالي 3 مغارف كبار تاع الزيت. نخليه هكذا يتقلى مليح ونقطع نص حبه بصل كما راكم تلاحظوا، نقطعها ثاني قطع صغيره بهذه الطريقه ونضيفوها للدجاج تاعنا. فوالا هنا بعد ما خليته يعني تقلى شويه كما شفتوا هنايا طلق شويه تاع الماء تاعو، يعني راه يطيب غير في الماء تاعو فقط. نخلي البصل ثاني يتقلى. فوالا بعدها نضيفوا لي زيبيس، عندي هنايا الملح، نزيد الفلفل الكحل مع زنجبيل وكركم. يعني بعد ما طلق لي كامل هذاك البصل والدجاج تاعنا طلق كامل هذاك الماء، نضيفوا لي زيبيس ونخليه نخليه يعني يطيب. كما تعرفوا الدجاج يعني ما يشدش طياب بزاف، نغطيه ونخليه يطيب. هنايا بالنسبه للخضره تاعي بعد ما طابت البنات هايليك كما قلت لكم، جوست يدخلها طياب نحيوها ما تخليوهاش حتى يعني تذوب لكم. فرطهم هكذا فريسيبيون وراح نضيف عليهم هذاك الدجاج بعد ما طاب لي البنات هاوليك، راح نفرغو ثاني فوق الخضره تاعي. فوالا بعدها واش راح ندير؟ راح نضيف عليهم شويه من الفرomاج. بالنسبه للفرomاج ديروا اي نوعيه تحبوها، تقدروا من ديروا الفرomاج غابي، انا استعملت هاد النوعيه البنات. كما قلت لكم ديروا يعني واش تحبوا. هكذا البنات راح نضيف شويه بالنسبه لي يعني لا كونتيتي على حسب يعني افراد العائله، يعني قلت لكم قبيله ديروا يعني على حسب المول تاعكم ولا على حسب يعني افراد العائله. نخلط كامل هكذا المكونات تاعنا غير بالعقل. هنا ما راحش نضيف يعني لي زيبيس وما راحش ندير الملح، كما شفتوا يعني درت مقبيله الخضره تاعي درت لها الملح، والدجاج ثاني راكم شفتوا يعني تبلناه بيان. ونجوزو نحضروا المول تاعنا اللي راح نطيبوا فيه الكراطه. هنا بيان سور راح ندهنوه هكذا بشويه مارغرين، تقدروا تستعملوا يعني تدهنوه غير بالزيت. هكذا ندهنوه بيان نطليوه كامل بهذاك المارغرين. فوالا ونفرغوا الخضره تاعنا في المول بهذه الطريقه
كما شفتوا يعني الطبق تاع اليوم ولا الكراطه تاعنا ساهل ماهل، يعني تقدروا توجدوه هكذا في وقفه، وصدقوني يجي بزاف بزاف بنين. سورتو يعني الدراري الصغار اللي ما يحبوش الخضره، فهاد الكراطه ما راحش كامل يحسوا بهذاك لوغو تاع الباذنجان ولا الكورجيت، بالعكس يعني يجي بزاف بنين وخفيف. هنا ندوزو لاصوص تاعنا اللي رايحين بيان سور نشربوا بها الكراطه. عندي هنا 4 حبات بيض، وراح نضيف عليهم 2 كيسان حليب. هكذا البنات بيان سور هنا الحليب لازم يكون بارد، بارد ما يكونش يعني سخون. ونضيفوا عليه 2 مغارف كبار مايزينا. كما تلاحظوا هنا المايزينا تاعي يعني عمرت المغرف مليح، يعني بيان بومبي. هنا البنات اذا يعني ما حبيتوش ديروا الحليب مع المايزينا، تقدروا ديروا ثاني لا كريم ولا كريمه سائله، يعني الكريمه الخاصه بالطبخ. انا هنا صراحه ما كانتش متوفره عندي، فدرت هكذا الحليب مع المايزينا، يعني نفس الشيء راح يجيكم يعني يجي الكراطان يعني خاطر وبزاف هايل. نخلط مليح المكونات. فقط البنات هنا يعني بالنسبه للحليب درت 2 كيسان فينالمون قعد لي يعني في هذا المول ديروا من الاحسن ديروا كاس واحد فقط يكفي. راح نضيف هنا كما تلاحظوا الملح مع الفلفل الاسود زنجبيل وكركم، يعني نفس التوابل اللي كنت حطيتها قبيله في الدجاج نحطهم ثاني هنا، نديرهم هنا في هذا الخليط تاع الحليب والبيض. كما شفتوا الكركم يعطينا مام اون كولور بزاف شابه. نضيفوا هنا شويه فرomاج غابي، راح يعطينا ثاني بزاف يعني بنه بزاف هايله مع الفرomاج، يعني هنا قعد لي شويه فرomاج راح نضيفه ثاني هكذا. نخلط مليح المكونات ونفرغ الخليط تاعي فوق الخضره. دوك تشوفوا كما قلت لكم راح يقعد لي من هذا الخليط، يعني من الاحسن كما قلت لكم ديروا كاس فقط. اذا كان يعني المول تاعكم كيما المول تاعي ديروا فقط كاس واحد راح يكفيكم. يعني والخليط تاعي ما راحش خساره، يعني درته في الكيش تاع السلق. كنت شاركت ديجا معكم الوصفه، راح نخليها نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اللي تحب يعني تشوف الطريقه. راح نزيد ندير هكذا شويه فرomاج غابي من الفوق هكذا البنات. وندخلو بيان سور للفرن عفوا حتى يتحمر هكذا البنات. هنا ندير هكذا شويه بالموس باش تدخل كامل هذيك لاصوص في الخضره بهذه الطريقه. كما قلت لكم هاد لاصوص تجي خاطره تجي بزاف بنينه، يعني نفس الشيء اذا درتوا الكريمه السائله ولا بهذه الطريقه اللي خدمتها انا الحليب والمايزينا، يعني تعطيكم نفس النتيجه. والكراطه تاعنا بعد ما طاب صراحه جا بزاف بزاف بنين خفيف روعه روعه. نتمنى البنات تشاركوا الوصفه تاع اليوم مع الحباب مع الاصدقاء مع العائله، وتخليوا لي كالعاده تعليقاتكم المحفزه اللي تشجعني باش نستمر معكم. واللي زارت القناه لاول مره نقول لك حبيبتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك، بيان سور تفعلي الجرس هكذا باش يوصلوك كامل الوصفات ان شاء الله. وإلى هنا نأتي إلى نهاية الفيديو تاع اليوم. نتمنى البنات نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله، ومع السلامة.